سلام البنات، بونجور لي في هاي جايز. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غادي نقدم لكم اليوم بيتزا منزليه شيشه رائعه. بلا ما نكثر عليكم ندوزو للمقادير. اذا هنايا عندنا نسكلوت الفرص، خرج لي انايا 4 ديال البيتزات كبار. اذا هنا انا خديت نسكلوت الفرص، معلقه كبيره ديال خميره الفرص هو الدقيق الابيض، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، بيضه كامله، معلقه ديال الزبده اي نوعيه، وغادي نضيفو معلقه ديال السنيده ومعلقه صغيره ولا نص معلقه صغيره ديال الملح حسب الذوق. اذا هنا وغادي نضيف كذلك معلقه ديال الزعتر اللي غنحكها بين يديا. اذا نعاود المقادير: نسكلوت الفورص او الدقيق الابيض، معلقه ديال خميره الخبز، العجين او سريع الذوبان، بيضه كامله، معلقه ديال الزبده، معلقه سنيده، الملح حسب الذوق نص معلقه صغيره او معلقه صغيره، و معلقه ديال الزعتر اللي غادي نسخنوه ونحكوه بين يدينا. هنا غادي نبدا نخلط هذوك العناصر بالاطراف الاصابع تيمتزجوا ليا، ونبدا نضيف الماء باش نجمع العجين. هنا الماء حسب الكميه اللي غتستعملوا الفرص او الدقيق. انا استعملت الكميه اللي قداتني تقريبا نص ولا كأس كبير. انتوما على حسب الدقيق. مهم العجينه خاصها تكون رطبه كتلصق في شويه في اليد، ماشي بزاف ولكن تكون خفيفه كتلصق في اليد، يعني تجمع لكم العجينه وتكون كتلصق لكم في يديكم. و انا غنوريكم كيفاش خاصها تكون بالضبط. نورمالمون هنا كنزيد الماء، ما تخافوش من الماء، ما تزيدوش بزاف، يعني فرد ديما خليو الدقيق زايد عندكم بالزيت باش لا طلقات لكم بزاف تضيفوا لها شويه دقيق باش تجمعوها. اذا هي خاصها تكون بهذا الشكل هذا، كيما كتشوفوا معايا هي كتلصق. انا نوريكم على سطح العمل. راه هي كتلصق في الرخام، شفتوها كيفاش كتلصق، يعني تكون فحال هكا كتلصق ولكن ماشي جاريه. اذا هنا غادي نوضعوها في اناء، دهنوه بالزبيده باش ما يتلصقش لكم فيه، بالزبيده ولا بالزيت باش ما يلصقش لكم فيها العجين. وغادي نغطيوها بالورق الشفاف اولا بالبلاستيك الغذائي بالسلوفان، وغادي نخليوها ترتاح واحد شويه. اذا من بعد البنات غادي ندوزو باش نوجدوا الحشوه. اذا هنا عندنا درت بصله حكيتها وجوج ريوسه ديال الثومه، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الكركم، معلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس، ما عندكمش ديروا الضويمه، ودرت معلقه صغيره كذلك نص معلقه ديال البزار. اذا هنا غادي نخلطوا الكل حتى غتشحر لينا البصيله، وغادي نضيفوا ليها المركز الطماطم، معلقه ديال مركز الطماطم مملوءه مع القليل من الماء. وتقدروا تستعملوا طماطم اللي هي عاديه. كاين اللي ما كيبغيوش يستعمل مركز الطماطم، غديروا جوج مطيشات، غادي اولا جوج ديال الطماطم مطيشات، غادي تحكوهم وغتضيفوهم، ومعاهم غادي تضيفوها البنات معلقه كبيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر. غادي تضيفوها هي والقليل اولا قميصه ديال القرفه، نص راس معلقه، ومعاها معلقه ديال السكر ثاني باش نحيدو الحموضه ديال الطماطم. وغادي نضيفو جوج ورقات ديال ورق الغار اولا سيدنا موسى، وغنخليو الكل حتى يعقد اولا يتقال، تولي عندنا صلصه عاقده. اولا هنا البنات هانتوما العجين كتكون بهذا الشكل هذا، نديرو يدينا ندهنوها بشويه زيت وغادي نحيدوها من الاناء. هنا انا درتها كويرات، خرجت ليا 4 ديال الكويرات. انا كنبسطهم، هانتوما كيفاش كتجي العجينه هشيشه ورطبه. غادي تفرشوا ليها الدقيق، شوفوا كي كتلصق في المدلك، ديما ديروا الدقيق الابيض، نرشوه على سطح العمل ونسرحوها. تقدروا تسرحوها بقوه الرطوبيه اللي فيها، تقدروا تسرحوها غير بيديكم. اذا هنايا كما كتشوفوا كتجي رطبه بزاف، ملي كتهزوها وفي نفس الوقت ما كتقطع لينا ما حتى شي حاجه شاده في راسها. اذا هنا غادي نسرحها مزيان، ما تكونش غليظه حيت مازال فيها الخميره مازال غادي تنفخ، ما تكونش غليظه بزاف. غادي نسرحوها بيدينا ولا بالمدلك، وغادي نوضعوها في اناء اللي غيدخل الفرن، وغادي نزينوها
وغنقول لكم بالنسبه للحجبه تقدروا تستعملوا اي حاجه. انا درتها بالطون، تقدروا ديروها بالكروفات اللي عندكم اولا القمرون. تقدروا تستعملوا كذلك الكاشير اللي عندكم، لا عند فومي، اي حاجه عندكم، النقانق او لا سوسيس، اي حاجه عندكم في المنزل تقدروا تزينوها بها على حسب الذوق ديالكم. انا توفر عندي الطون، غادي نستعمل الطون. اذا هنا غادي نتكوها، من بعد ما كنسرحوها نتكوها بالفرشاط، ومن بعد غادي نسرحوا الطماطم. هي الاولى هانتوما كيفاش كيجي لنا الطماطم بصلصه الطماطم كي كتجينا، كتجي رائعه في اللون وفي المذاق. اذا هنايا غادي نسرحوا الطماطم هي الاولى. غادي تقدروا عندكم اختيار تضيفوا الموتزاريلا دابا، وتقدروا تخليوها حتى الاخير. اذا هنا انا درت الثوم كما كتشوفوا، فرتته مزيان، فرتته بهذا الشكل هذا. اذا غادي الكميه على حسب الذوق. هنا راني ضفت الشامبينيون، شريت الشامبينيون ابيض، غادي تضيفوا تقول عندكم شامبينيون طري كيجي رائع في البيتزا. من بعد انا ضفت الموتزاريلا من الفوق الكميه المناسبه. عندكم تكتر، عندكم فرماج حمر تقدروا ديروه. انا ضفت الموتزاريلا. من بعد البنات غندخلوها للفرن اللي ديجا سخناه في درجه حراره 180 باش طيب لينا من التحت. ومن بعد غادي نخرجها كي كتشوفوا ما كنطيبوهاش بزاف باش تبقى شاده، باش تبقى ما تقصحش لينا وما تكرمش، خاصها طيب بالقياس. اذا هنا البنات هنا من بعد ما خرجناه كيفاش كما كتشوفوا راه هي هشيشه ورطبه وملي كتجمعوا العجينه كتجمع ليكم، ملي كتشدوها كطيح، يعني العجينه ثقوا بيا كتجي رائعه. اما الحشوه راه الاساس هو صلصه الطماطم، وما تبقى كيبقى من الاختيار ديالكم. ها نتوما البنات كيفاش كتجي معلكه مع الموتزاريلا، وقد ما كثرتوا الموتزاريلا قد ما غتجيكم احسن. انا درت القياس اللي توفر عندي في المنزل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه اشتركوا عندي، كثروا من لي لايك باش تقترح الفيديو ديالي للمشاهدين اخرين، وخليو دي كومونتير. كنشكركم بزاف. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.